الاتحاد العام الشغالي بالمغرب، الكتابة الإقليمية للاتحاد العام الشغالي تحتفل بهذا العيد الأممي شأنها شأن باقي النقابات العمالية العالمية، ونبارك لجميع الطبقة الشغيلة هذا اليوم، بيننا في نفس الوقت نطالب السلطات المحلية وكذلك الإدارات من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، وكذلك التعاطي بإيجابية مع الملفات المطلبية والمطروحة من طرف المكاتب المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وإن كان يؤمن بفضيلة الحوار وبمؤسسته، إلا أنه بطبيعة الحال لن يسلم لأي كان شيكا على بياض للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة. في نفس الوقت ويستغل كذلك هذا اليوم لكي نطالب السلطات المحلية بأن تفتح مع الاتحاد العام للشغالين المغرب حوارا جادا ومسؤولا، خصوصا فيما يخص مقره الذي كان فيه، وأن يعود الاتحاد العام إلى مقر يليق به، يليق بقيمته وبامتداده التاريخي وبامتداده الجغرافي وبامتداده المؤسساتي. كذلك نحيي جميع القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين على نضاليتها وعلى وطنيتها وعلى انخراطها والتزامها الدائم بالخط النضالي المؤسساتي، الخط النضالي الذي يستحضر الخطوط الكبرى للدولة المغربية ويستحضر الثوابت الوطنية في موازنة لا يتقنها إلا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.